كنا بالبيت فوالدتي واحنا اللي بالبيت بدينا يعني تدري الجوارين قاموا هذا اللي يساعد يجي يودي اغراض ببيته، هذا اللي يجي مثلا يشتري حاجه كاللي صار يعني المتعارف ويا اكثر العوائل. فاللي قدرنا عليه قلت اللي يقول لي ما حد ثاني يوم لحد الان انا ببالي يعني ساعه تقريبا بالعشرة 10 ونص كانت والدتي قالت لي روح جيب نفط من البانزيخانه. فطلعت ويا صديق ويا ما طلعتنا من البيت مشيت مسافه شفت سياره مال امن فاتت. فدا اقول له صديقي ذولا يمكن جايين علينا. رحنا للبانزيخانه ترست جليكان النفط ورجعت البانزيخانه قريبه علينا كنا بشارع فلسطين. فبالضبط هذا المنظر شاهدته يعني شفت بعيني 4 مسلحين من كل الجهات واقفين قبال بيتنا. فالجليكان خليته بالقاع جاهل كنت ركضت للبيت عبالي شيء صاير. فمن رحت للبيت شفت اللي نعم البكي ركضت للبيت عبالي شيء صاير. اللي كان مؤسف حزين. صعب نقل هاي الصورة، يعني اللسان كيف يوصفها؟ تشوف أزلام النظام قدامك، الوالدة تبكي، البنات يبكون، ماكو أحد بالبيت كله صغار، والجيران متلهفين للأسف. هذا اللي كان الحد البارحة جارك بهاي اللحظة يصير عدوك، يعني كاليهود. يعني للأسف احنا اعتقلونا ودونا الإقامة، أخذونا فرونا بالمنطقة فرة كاملة على مود الناس كلها تشوفنا. كلهم قاموا يصيحون ذول الإيرانيين أخذوهم، ولا عبالك البارحة جار.